قام وفد من قيادات درع السودان ولجنة الإسناد بزيارة إلى جرحى ومصابي العمليات لمعركة الكرامة من القوات المسلحة السودانية ودرع السودان بمستشفى عليا بمدينة ود مدني. وضم الوفد العقيد بركات الشريف والعقيد طلب الماصع والعمدة ود حمد وجعفر أحمودي من لجنة الإسناد والدعم. وتأتي هذه الزيارة في إطار التقدير والاهتمام بالجرحى الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن. والحمد لله لكن الحمد لله وفضل من الله سبحانه وتعالى تم إنقاذ الحمد لله رب العالمين. عنده تيست تيوب والحمد لله اموره كويسه الحمد لله. وهدفت الزيارة إلى تقديم الدعم والتشجيع للجرحى وتقديم الشكر والتقدير لشجاعتهم وتضحياتهم، كما أنها تأتي في إطار رفع الروح المعنوية لهم. وقام الوفد بالاطلاع على حالة الجرحى والاطمئنان عليهم برفقة دكتور الصادق مكحول عن الدائرة الطبية لدرع السودان، الذي أكد اهتمام مستشفى عليا بهؤلاء الأبطال الذين قدموا دماءهم رخيصة في سبيل هذا الوطن. رجال والله رجال وعز في عز ان شاء الله. هي والميدان طبعا. الله اكبر. والله هي والميدان. الله اكبر. والله رجع ولا ما عندنا. الله اكبر. وبرجع ولا حرام بنصفي ورانا. الله اكبر. الله اكبر. اصيل ان شاء الله. الله اكبر. راجل بخزننا ما عندنا والله. الله اكبر. والله راجل بخزننا ما عندنا. الله اكبر. وإذا برجع ولا حرام نصفي ورانا قبل. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ابشر اخيرا. ابشر. تعدد عليه العمليات. ونشهد الله إنه يملك من الصبر ويفكر الصبر. الحمد لله. وأكد الوفد على أن قوات درع السودان ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم خلال فترة التأهيل وبعد شفائهم، كما قدموا دعما عينيا وماديا لهم. وعبر الجرحى عن امتنانهم وفخرهم بالدعم والاهتمام الذي تلقوه من المستشفى ومن الكوادر الطبية بها ومن قيادات درع السودان.